السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث اليوم عن الصدقة، وعن قصة وقعت في عهد نبي الله سليمان عليه السلام. هذه القصة اللي كان الحديث ديالها كيدور على واحد الشخص أو واحد الشاب كان عنده العرس، ولما كان عنده العرس عرض على الأقارب ديالو والعائلة ديالو، ومن ضمنهم عرض على سيدنا سليمان. وفي هذاك العرس وجد الماكل ديال الناس اللي غادي يكونوا حاضرين، وجد ماكلة خاصة سيدنا سليمان باش يكبر به لأنه ملك ونبي. فسبحان الله، ملك الموت أمر الله أنه يقبض الروح ديال هذا الشخص يوم الزفاف ديالو أو يوم العرس. فملك الموت ذهب إلى سيدنا سليمان وقال له بلا ما تمشي، لأن غادي يكون إحراج، لأن الله عز وجل أمر باش تقبض الروح ديال هذاك الشاب في يوم العرس ديالو. بينما في الطرف الآخر العريس كان تستقبل الضيوف، أي واحد طق الباب إلا وكيحليه الباب، يرحب بهم ويكبر بهم. فالعريس بدا كيحس بأن نبي الله سليمان تأخر بزاف، لدرجة أن أي ضيف جا متأخر يظن أنه هو نبي الله سليمان، فلدرجة أنه ما بقى جا حتى شي واحد المدة تقريبا مدة. فطرق الباب والعريس كان يظن أنه سليمان عليه السلام. فتح الباب، وجد واحد السيدة فقيرة أو إنسانة كتطلب متسولة، قالت ليه فيه الجوع بغيت من ناكل. فالعريس قال لها انتظري وارجع. فلما رجع جاب لها الأكل. منين جاب لها الأكل؟ جاب لها الأكل من الماكلة اللي مخصصة لسيدنا سليمان عليه السلام. فأعطى لها السيدة تاكل. فأخذت هذه السيدة كتدعي مع العريس بطول العمر. فسبحان الله، الله استجاب لهذا الدعاء، هذا الدعاء حبس القدر، والقدر هو أن يقبض ملك الموت روح هذا العريس. فهنا كانت المفاجأة أن ملك الموت أخبر نبي الله سليمان أن يحضر لهذا العرس. ومن بعد ما أتى سليمان فسر القصة وفسر ما كان سيحدث للعريس، واعتذر عن التأخر. فسبحان الله، كما نقولها ونكررها، الصدقة تنجي والعبد لا يدري. كما أن الصدقة تنجي صاحبها من موت السوء، كما أن الإنسان إذا توفى يطلب من الله عز وجل أن يرجع إلى الحياة الدنيا لشيء واحد، ليس للصلاة أو الصيام، وإنما ليتصدق. فسبحان الله، ما أعلم هذه الصدقة. فالإنسان إذا أراد أن يتصدق فعليه أن يتصدق من أعز ما يملك، لأن الصدقة عندما يدفع الإنسان ويعطيها الإنسان تقع في يد الرحمن. وهنا قالتها لنا أمنا عائشة عندما كانت تتصدق، تعطر ما تعطيه للفقراء، لأنها تعلم علم اليقين أن الصدقة تقع في يد الرحمن. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا متصدقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.